من كام يوم ضيعت الولاعة دي وشكيت إن محمد صاحبي هو اللي خدها، لأن قبلها بكام يوم قال لي إنها عاجباه وأنا قلت له لا دي جاية لي هدية ما ينفعش تاخدها، فبدأت أركز معاه وأقرب منه وأحاول أكون دايما معاه وأتابع كل تصرفاته، كل كلمة بيقولها، كل حركة بيعملها، بحيث إنه في أي وقت يغلط ويطلع الولاعة بتاعتي. وبصراحة كنت دايما شايف حركاته حركات واحد سارق الولاعة بتاعتي وكلامه كلام واحد سارق الولاعة بتاعتي، لدرجة إني بقيت أفسر أي هزار بسيط منه زي إنه يقول لي بس بقالك يومين مخبي الولاعة أو سايبها في البيت خايف نلطشها منك، بحس هزاره إنه تلميح إنه سرق الولاعة بتاعتي. فقضيت ليلة كاملة متضايق ومخنوق من محمد لأنه طلبها مني وأنا قلت له إنها هدية وغالية عليا، وبصراحة ما عرفتش أنام وفضلت أفكر إزاي أواجه محمد وأقول له يديني الولاعة من غير ما أسرقه عشان ما يزعلش مني. بس تاني يوم الصبح وأنا بلبس لقيت الولاعة في جيب البنطلون اللي بقالي يومين ما لبستوش، والحقيقة فرحت جدا وطلعت وقابلت محمد، بس حركات محمد ما بقتش حركات واحد سارق الولاعة، ولا كلامه ولا هزاره ولا أي حاجة. محمد بريء من كل التهم وما يعرفش أصلا عن الفيلم اللي داير في دماغي بقاله يومين. فاكتشفت إن الواحد فينا بيشوف الناس زي ما هو متخيلهم في دماغه، يعني الإنسان الشكاك بيشوف الناس بعين الشك اللي جواه، وده موضوع فيديو النهاردة وهو مرض الشك. فادعمنا بلايك عشان محتاجه جدا بصراحة عشان المحتوى ينتشر وكده، ويلا بينا. بيقول لك الحب والشك عمرهم ما يتجمعوا في حته واحده، والحب هنا مش معناه مكالماتك بعد 12 بالليل ولا شعورك تجاه اللي مصاحبها، لا خالص. الحب هنا يشمل اي حاجه انت بتحبها في حياتك، اي حاجه اي حاجه حرفيا، مراتك، اهلك، صحابك، شغلك، شبشبك، تليفونك، اي حاجه انت بتحبها لو شكيت فيها للحظه عمرك ما هتتهنى بيها. طب ليه يا عم نجاول ان الحب ده مشاعر والمشاعر بتموت لما يبدا الشك يا صاحبي؟ جرب كده في مره تشك ان العربيه فيها صوت، او جرب تشك مثلا ان تليفونك صوته ضعيف، او جرب تشك ان مراتك بتخونك، وريني هتعرف تنام ولا لا؟ فما بالك بقى تشك في الناس اللي حواليك، الناس اللي طول اليوم معاك. خليني اقول لك ان ده سبب في انهاء كتير من العلاقات. تعال لاي اتنين صحاب بيحبوا بعض والواحد فيهم يموت عشان التاني، بس فجأة اتخانقوا، تسأل حد فيهم يقول لك والله ما عارف بعدنا مرة واحدة كده من غير سبب. لا، مفيش حاجة في الدنيا من غير سبب، انتوا بعدتوا عشان واحد فيكم شك في التاني، واحد فيكم فسر تصرفات التاني بمزاجه من غير ما يسأله فبعد عنه، هو حكم على صاحبه بالصورة اللي رسمها في دماغه وهو على المخدة بالليل، فكان الشك السبب الرئيسي انكم تبعدوا عن بعض. ولو خدت رأيي انا بصنف الشك ده مرض زيه زي السكر والضغط والامراض المزمنه دي، لان الانسان المريض بالشك مهما اديته ادله هيحاول تاني عشان يقنع نفسه ان هو صح. فاللي بيتصاب بمرض الشك ده هو مش بيدور على الحقيقه، لا هو بيدور على دليل يثبت بيه الكذبه اللي خلقها جواه. وعشان كده دايما مريض الشك عمره ما بينجح في اي علاقه، سواء كانت العلاقه دي صحوبيه او زوجيه، لانك دايما هتكون في حاله وسواس ودايما بتتجسس عشان تمسك اي غلطه تثبت بيها سوء التفكير بتاعك. طب ايه سبب الشك ده؟ احنا اتكلمنا عن الشك وانه مرض، بس ايه اللي يخلي الواحد يوصل للمرحله دي او يبقى مريض للدرجه الوحشه دي؟ الشك يا صاحبي جاي من الدراما، جاي من الدراما، او دي وجهه نظري. يعني انا شايف ان الانسان بيدخل في قلبه الشك ده من كتر المسلسلات والافلام اللي بيشوفها، لاني شايف ان زمان الشك كان لما تحصل حاجه، انما دلوقتي الواحد عمال بيشك عمال على بطال. يعني ايه برضه عشان الدنيا عارفها ساحر؟ بص، زمان الانسان كان لما اللي قدامه يعمل حاجه غلط يبدا يشك في تصرفاته بعدها، انما دلوقتي وفي الزمن الغريب اللي احنا عايشين فيه ده بنشك اصلا قبل ما تحصل اي حاجه. وده سببه زي ما قلنا الدراما، لان المسلسلات والافلام غرست جوانا فكره ان كل حاجه بتتعمل وراها حاجه تانية، كل قصه حب وراها خيانه، كل صاحب وراه تخفيله، كل كلمه حلوه وراها مصلحه. فخلاص العقل اتبرمج ان احنا لازم نشك في اي حاجه بتحصل في يومنا، لدرجه ان اي تصرف من اللي حواليك لازم تحلله وتفتش وراه وتدور على الكذب حتى لو مش موجود، حتى لو اللي قدامك ده نيته بيضه وبيحبك بتفضل تحلل وتدور على اي غلطه. وبرده السوشيال ميديا ليها دور كبير جدا، لانك كل ما بتفتح تليفونك تلاقي ترند عن الخيانه او الغدر او الصاحب اللي باع صاحبه او مراته اللي خانته مع صاحبه، وكل ده بتحسه بيمر عليك مرور الكرام، لكن عقلك بياخد الفيديوهات دي كحقائق وبيتبرمج على ان كل الناس كده، وان خلاص ما بقاش في حد نضيف ونيته سالكه. وده من وجهه نظري المحترمه. طب عرفنا المشكله وعرفنا سببها، ايه الحل؟ يعني لو الواحد مريض بالشك ده يعمل ايه؟ بص، مش عارف اقول لك ايه، بس حاول انك تنضف من جواك، يعني حاول انك تبقى انسان سوي وقلبه ابيض. اصل مفيش حل غير انك تسلك نيتك وتبطل شك، مفيش حل تاني. فالخلاصه احذر انك تعيش وانت مريض شك، لان الشك مش بيدمر علاقتك بالناس بس، لا هو بيدمر علاقتك بنفسك، لانك مع مرور الوقت هتبدا تشك في نفسك اصلا وفي اللي انت تعمله واللي انت بتحبه، ووقتها تكتشف ان كل اللي شكيت فيهم ما عملوش حاجه، وان المجرم الحقيقي كان جوه هنا. ونشكر طبعا راعي الفيديو والقهوه بتاعتي، وما تنساش تمخمخ عشان تبقى واعي. وبس كده، سلام.